حدوته هدف هز عرش الاعلام المصري. هدف الاسماعيلي اللي اتلغى امبارح قدام النادي الاهلي في اللقاء اللي اسفر عن فوز النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه بيرسي تاو في الشوط الثاني، هز الاعلام المصري حرفيا، وكميه يعني لغط حصل بعد الماتش غير طبيعي. حقيقة الخلاف اللي بين كهربا وبين إدارة نادي الأهلي، وفي كلام كتير اليومين دول متنطور عن إن في خلاف كبير ما بين إدارة نادي الأهلي وبين كهربا على موضوع الإيقاف والغرامة والمشاكل اللي موجودة مع النادي الأهلي. محمد شيحة رئيس نادي الإسماعيلي لإدارة الأهلي ولاعيبة الأهلي وجمهور الأهلي، لو رجالة تاني وتالت ورابع تعالوا العبوا في الإسماعيلي. إيه كمية الغل اللي جواكوا دي؟ واخيرا الزمالك هينسحب من الماتش الجاي لو لعبنا او لو الاتحاد لعب بحكام مصريين. دي عناوين الحلقه النهارده اللي يلا بينا نخش بسرعه في تفاصيلها. كلاسيكو مصري كلنا بنستناه دايما بين الاهلي والاسماعيلي او الاسماعيلي والاهلي. كان ماتش امبارح الفرقتين داخلينه ب يعني احلام وطموحات مختلفه. الاهلي فاضل له 8 نقط لحسم الدوري العام 43، والاسماعيلي للصراع او للهروب من الصراع على الهبوط اللي هو فيه بقاله 3 سنين. واداره الاسماعيلي ود من طين ود من عجين، 3 سنين سايبه فرقتها الفرقه بحجم الاسماعيلي وقوتها وجماهيريتها وتاريخها وعظمه فريق الاسماعيلي ومنبع النجوم والمواهب، سايباهم 3 سنين بيصارعوا على الهبوط بدون تدخل قوي وجذري، وكان كل اللي بيعملوه الدخول في صراعات جانبيه فقط. الماتش كان مش قوي جدا في الشوط الاولاني، ولكن في الشوط الثاني بدا بهدف لبيرسي تاو ثم الهدف المشكله اللي حصل. كوره خطا دفاعي من النادي الاهلي ادت الى شبه انفراد لاعب الاسماعيلي. محمد عبد المنعم كان مغطي بيرسي تاو اليو ديانج عمل فاول. الفاول ده نزل من الانذار، من الطرد للانذار، لان محمد عبد المنعم كان قريب من المهاجم وكان بينه وبين حارس المرمى محمد الشناوي، فما تعتبرش انفراد كامل ولا ترتقي الى الطرد. ده قصه الفاول اللي قبل الهدف. الفاول بيتلعب وفي لحظه من اللحظات الكره بتغير اتجاهها نتيجه لاعب الاسماعيلي بتخش جول، وصمت من لاعبي الاسماعيلي، مفيش فرحه. محمد حسن اللي جاب الجول لعيب مشهور بالجرانت، يعني لعيب عنده جرينتا زي ما بيقولوا، اتفرج على انفعالاته في كور كتير جدا، فمتخيل لعيب بالجرينتا دي بعد هدف زي ده قاتل ومهم وممكن يحافظ لك على حظوظك في الاستمرار في الدوري العام وعدم الهبوط، بتلاقيه ما بيديش اي انفعال، وكل اللعيبه اللي حواليه ما بتديش اي انفعال. بتيجي اعاده الهدف للمره الاولى من ورا المرمى، انا شخصيا قلت انها جول لان هي خبطت في رجل اللاعب، ولكن الفار عمل ستوب واستدعى الحكم ووراه لقطه ثانيه غير اللي اتشافت في الاعاده، واللقطه دي تبين ان هي جت في الايد. اقفل على كده، كمل الماتش. الماتش فضل سجال مع هجمات الاسماعيلي ومحاوله التعادل مع محاوله لذات الاهداف من الاهلي، وهوب انتهى الماتش وبدا الجدال والنقاش الاعلامي الصعب جدا. للوهله الاولى تفتكر ان الموضوع فيه ظلم كبير جدا على النادي الاسماعيلي، ولكن تعال بص على الحدوته من اولها وبص على القصه من اولها. اولا طبعا يعني العديد والعديد من علامات الاستفهام على التصوير والاخراج التلفزيوني العقيم جدا جدا جدا، اللي يخليني انا كمتفرج عادي وحتى الحكام نفسهم او خبراء التحكيم نفسهم اللي جم بعد الماتش جميعهم ما حدش اجزم ان الكوره في الايد او في عدم الايد. كتير منهم جدا ما قالش الكلام ده كله، ولكن بعد اعاده بطيئه جدا 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 الناس بدأت تشوف الموضوع. ولكن مش هي دي قصتنا. القصة اللي هي الدخول في صراع وفي جدال وهمي. اتقال كلام بعد الماتش وطلع كابتن كريم حسن شحاتة ومعاه الناقد الرياضي محمد العراقي، واتكلموا ان محمد العراقي عمل مكالمه مع محمد حسن اللي هو صاحبه، وما اعتقدش ان واحد بقيمه كابتن الاستاذ محمد العراقي الناقد المحترم جدا جدا اللي ليه اسمه وسمعته هيطلع يحكي قصه من نسج الخيال. هو راجل طبعا كلمته كلمته حتى من تليفون زميلنا احمد عصام كلمه، رد عليه قال له طب خد ايه معاك محمد العراقي، كلمته سلمت عليه وكده، ايه الدنيا، قبل مداخله مع كابتن كريم قال لي انت عارف طبعا الوضع في الاسماعيلي ممنوع، لا الوضع في الاسماعيلي والفرقه وكده، ويعني حتى كان مستاء من قصه الهجوم الجماهيري اللي من غير مبرر هو من وجهه نظره يعني وبتاع. المهم اتكلمنا في الجزء ده شويه. طب الكوره ايه؟ قال لي بص بصراحه الكوره جت في جنبي، بعد كده جت في ايدي، بس ايدي كانت ثابته.
تمام. الكوره جت في جنبي، بعد كده جت في ايدي. قال لك محمد حسن، قال لك قال لي كده، قال لي الكوره جت في جنبي، ده مكالمه، قال لي جت. طبعا يعني قصه بقى يعني احنا ما بنعملش قصه بقى تسجيلات والكلام يعني احنا ما بنتكلمش في الكلام دوت يعني. بس انا بقول لك ان ده اللي حصل، وهو كده كده الراجل. وخلي بالك من نقطه مهمه، هو لو كان قال لي الكلام دوت ليك انت مش للنشر، كان خلاص ولا كاني كلمته. انت قلت له هنقول في البرنامج كده؟ انا بقول له انا بكلمه اساسا في المداخله يا كابتن، انا بكلمه بقول له تعالى اعمل مداخله ليه؟ عشان نثبت. قال لي انا مش هقدر اعمل مداخله لان احنا ممنوعين، موقف النادي وحش، ولكن بلغ كابتن كريم ان هو يقول كده على لسان، يعني هو الراجل ان الكوره جت في ايده. ايوه، يعني هو متبرع بكده يعني. ودي حاجه بقى احنا لو تفتكر في من شويه اشدنا بيها. ويقول الكلام ده كله الكابتن كريم حسن شحاته اكد على الكلام ده في المقدمه بتاعته في البرنامج بتاعه، وطلع بعديها اشاعات على السوشيال ميديا وان الكلام ده ما حصلش والكلام ده كله. ويليها على طول بصوت والصوره الكابتن احمد العجوز لاعب الاسماعيلي السابق ومدير الكره الحالي، طلع في برنامج على القناه الاولى مع كريم رمزي، وطلع ايضا مع في كوره بلس مع هشام، اللي مع الاثنين قال صراحه ونصا ان محمد حسن قال ان الكوره جت في ايده. لا شايفاها كريم، هو انت لعيب يعني قصدك واحد انما طبعا ما ببقاش عارف الدنيا فيها ايه. هو محمد كابتن احمد، هو محمد حسن قال لك جت في رجلي وبعد كده في ايدي. ايوه طيب، ما دي بقى في قانون الكوره كله. يعني احنا بنتكلم. ارجع بقى بشريط الذاكره للماتش، او ارجع بشريط الماتش لورا وبص على ردود افعال الاسماعيلي. هنا بدات الخيوط تتنسج قدامي في فتره او في حته من الماتش، كل ده انا جايبه لكم معايا. الكابتن باهر المحمدي بيقول للحكم ايده ثابته جنبه، محدش خد باله من اللقطه دي. هنا اصبح المشكله انها مش جت في ايده او ما جاتش في ايده، كده كل اجمع ان الكوره جت في ايده، وان التصوير التلفزيوني هو السبب في عدم رؤيه الكوره جت في ايده. طب هنا القانون بيقول ايه؟ القانون هنا بيقول ان ادام الكوره جت في ايده كمهاجم ودخلت الجول لا تحسب. ده القانون صراحه. يبقى كابتن احمد العجوز اجمع ان هو او اعلن ان هو اتقال له ان الكوره جت في ايده. ردود افعال اللعيبه بعد الهدف ان هي شايفه ان في حاجه غلط حصلت. باهر المحمدي وهو بيقول للحكم ايده جنبه ثابته فمعناها انها جت في ايده. حدوته محمد العراقي وكابتن كريم حسن شحاته ان اتقال لهم صراحه واصرح لهم بان يقولوا الكلام ده على لسانه ان فعلا الكره خبطت في جنبه وبعد كده ايده، يبقى اجماعا ان الكره جت في ايده. ولكن ماذا يقول القانون؟ القانون عندكم اهو. القانون بيقول ان الكوره لو خبطت في ايد المهاجم عمدا او غير متعمدا يلغى الهدف. يبقى الموضوع كان بسيط جدا جدا جدا. محتاجين نراجع المواضيع بالراحه ونشوف المواضيع بالراحه قبل ما ندي حكم ونزود لغط وخناقات وتعصب زياده بيننا وبين جماهير الاسماعيلي المحترمه جدا الغيور على فرقتها، واللي عارف انها كلها مضغوطه نفسيا بسبب ان فرقه بحجم النادي الاسماعيلي ممكن تهبط الدرجه الثانيه. وان شاء الله من قلبي كاهلاوي لا اتمنى ليهم الهبوط، لان انا ضد انديه الشركات وضد الكلام ده كله. عايز الدوري يرجع زي زمان، اهلي واسماعيلي وزمالك ومحله وكروم وبلديه محله واولمبي واتحاد ومصر، مش هنقعد نعد. انا لا حابب انبي ولا زد ولا اي حاجات من الحاجات دي خالص. والفرق اللي هي بدون جمهور مخليه الكوره عندنا ما بقالهاش اي طعم. تعال بص في اي حته في العالم، مفيش في اي حته في العالم كوره بلا جمهور الا بس عندنا في مصر. الحدوته الثانيه عايزين نتكلم فيها ان في كلام كبير بيتقال او كتير بيتقال ان في مشاكل كبيره ما بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. الحدوته ببساطه ان كهربا كلنا عارفين مشاكله مع نادي الزمالك وقصه ان هو راح الفيش البرتغالي وبعد كده رجع على الاهلي والمشاكل دي كلها. طيب الحدوته عباره عن ايه؟ الحدوته ان فعلا في شويه هات وخد بين اداره النادي الاهلي ومحمود عبد المنعم كهربا دلوقتي. الهات وخد ده جاي من ايه؟ جاي من ان اداره النادي الاهلي شايفه ان هي عملت كل اللي عليها.
ارجع من اول القصه خالص ان محمود كهربا لما جه والاهلي عايز يتعاقد معاه وفي نفس الرغبه من اللاعب، كان الاتفاق المشترك والواضح والصريح واللي اقره النادي الاهلي بكل حذافيره واصر عليه، احنا كنادي اهلي وكاداره ملناش اي ادنى علاقه بمشكلتك مع نادي الزمالك لا ماديا ولا قانونيا. ومحمود كهربا وافق على الكلام ده، وهم اعتمدوا العقد طبقا للموافقه على الكلام دوت. ودخل محمود كهربا في الصراع مع الزمالك، والزمالك ليه حق المفروض محمود كهربا يعمله، وتوقف محمود كهربا وفضل الشد والجذب ومحاوله التطويل والكلام ده كله كان بيحصل. ولكن ايه اللي بعد كده حصل؟ اللي بعد كده حصل ان كان في اتفاقات ما بين محمود كهربا والنادي الاهلي ضمنيا ان انتوا مالكوش دعوه بالغرامه وبالكلام ده كله، ولكن انا طالب مساعدتكم. مساعدتكم ازاي؟ مساعدتكم بالمسانده، بان انا العب وارجع لمستوايا، بان انا ممكن اخد عقود او اعلانات والكلام ده كله، بان تمدوا لي عقدي واخد مقدم العقد. وللامانه الاهلي عمل الكلام ده كله. رجوع للعب، الاهلي رجعوا يلعب، والمدربين يدوا له فرصه وخصوصا كولر، وتالق هو الصراحه من عنده. بالنسبه لعقده اتجدد وخد المقدم بتاعه. مسانده جماهيريه ومسانده من الاداره ومسانده من زمايله حصلت بنسبه 100%. واخيرا عقود الاعلانات، خد عقود اعلانات وجمع مبلغ. طبعا انا للامانه الرقم بتاع المبلغ كام بالظبط ما اقدرش اجزم بيه، بس الكلام اللي بيتقال من المصادر ان هو في حدود ال 50 مليون لحد دلوقتي. هنا الاهلي عمل الشق اللي عليه تماما وعمل كل ما عليه، ولكن لقى هنا ان هو وبعدين انت فين؟ انا دلوقتي وصلتك للحته اللي انت طلبتها مني وعملت لك كل اللي انت طلبته مني، فين بقى ردك انت؟ وفين اخر زقه على الموضوع ان هو يخلص؟ ليه ما بتدفعش الفلوس؟ ليه ما بتخلصش الموضوع؟ لازم تخلص الموضوع وتدفع الفلوس عشان ما يجيلكش بعد كده، لان خلال الخطوه بعد كده اللي ممكن تحصل هتكون الغرامه والايقاف، وان انت لو دفعت الغرامه حتى الايقاف مش هيقف، كده الخاسر هو الاهلي. انا عملت لك اعلانات، دعمتك، رجعتك لمستواك، ومديت لك عقدك، وفي الاخر انت توقفت، يبقى انت كده ضرتني انا كنادي اهلي. فانت دلوقتي في مرحله نهائيه، الوقت ده جدا قرب جدا، محتاج ان انت تدفع الغرامه علشان او تخلص الموضوع ده ونقفل الباب ده خالص عشان ننهيه ونركز فيما هو قادم، وتبدا تكمل لعب وتالق واستمرار في اللعب والتالق. هنا مربط الفرس، الاهلي عمل اللي عليه، مستني كهربا ينهي الموضوع ويقفله خالص ويسدد الغرامه، وشايف اي مماطله لكهربا من دلوقتي هي فيها نوع من عدم الاحترافيه وفيها نوع من الاخلال بالاتفاق اللي حاصل ما بينه وبين النادي الاهلي. النقطة الثالثة اللي عايزين نتكلم فيها النهارده سريعا، الكابتن محمد شيحة اللي طلع امبارح كالعادة كل الاسماعيلاوية والزملكاوية اللي عايزين يثيروا الفتن، لان في ناس كتير منهم محترمين جدا وفوق راسي. رجعنا لقصه لو رجاله تعالوا العبوا في الاسماعيلي والغل والحقد اللي جوه جماهير النادي الاهلي. كابتن محمد شيحة الجماهير ما تقدرش تحكم عليها، ولو بتتكلم عن الغل والحقد ارجع كده بالذاكره لنهائيات الاهلي في افريقيا قدام الترجي ولا قدام الوداد، وبص على اليوفط اللي كانت بتتحط في الاسماعيليه وان احنا بنشجع الوداد ولا بنشجع الترجي. بص على جمهور الاسماعيلي نفسه بيعمل ايه. انا مش زعلان من جمهور الاسماعيلي، حقك كجمهور اسماعيلي تشجع اللي انت عايزه، وان شاء الله تشجع بلاد الواقع انت حر تماما، لكن ما تجيش تقول لي عشان انت كجمهور بترد الكلام دوت يبقى انا عندي غل وحقد وانت عندك زبادي بالشوكولاته. مفيش حاجه اسمها كده، ده صراع جماهير موجود في كل حته في العالم. لا بقول ان دول ملايكه ولا دول شياطين، ولا حتى دول ملايكه ولا دول شياطين، الاثنين جمهور، فيهم الحلو وفيهم الوحش، فيهم الصعب وفيهم السهل، وموجود في كل حته في العالم، وهيفضل الصراع ده موجود. لا في غل من ناحيه وانتوا ملايكه، ولا احنا ملايكه وانتوا عندكم غل. صراع جماهيري دخلتوا ليه في الموضوع؟ انت حضرتك حاليا بقالك 3 سنين او اكتر بتصارع الهبوط. انت فين من فرقتك؟ ماتش الاهلي اللي هو دلوقتي ده ابو نقطه هو ده اللي عامل لك ازمه؟ فينك من زمان صفقاتك من اول الموسم؟ ميدو اللي جالك وضيع لك نقط قد كده، فشل ورا فشل ورا فشل. حتى كابتن حمزه الجمل اللي هو راجل محترم تتفق تختلف معاه فنيا، مدرب محترم، انت حتى مش مسانده. فانت جاي سايب بقى ال 33 ولا 32 ماتش اللي انت
نتائجك فيهم وصلتك للحاله دي، وجاي ماسك في دي، وجاي ماسك في عدم اللعب في الاسماعيلي ماتش واحد من 34 ماتش. هو ده المشكله كلها. سايب كل اللي بيحصل ده وماسك شويه جمهور من الاهلي ممكن يكون غلط ولا شتم ولا قال اي حاجه وبتحصل في العالم كله هو ده السبب. لا كابتن شيحه، انت كل اللي انت بتعمله ده ما مجرد الا ترند او دعايه انتخابيه، بس بلاش تيجي على كتف النادي الاهلي وتنط عليه عشان تعمل الكلام ده كله. الاهلي اكبر واحسن من كده بكتير، والاهلي ياما وقف جنب الاسماعيلي في حاجات كتير، وباعتراف اسماعيلويه متاصلين تماما عارفين ان الاهلي فعلا وقف جنب الاسماعيلي كتير وفي اوقات صعبه كتير جدا، والكوره بين الجمهور هتفضل كده. فبلاش تجري ورا بندق وترندات بندق وصياح بندق والكلام ده كله. فيعني اتمنى تعتذر عن اللي حصل دوت. واخيرا الزمالك كالعاده عايز ينسحب بسبب التحكيم الاجنبي. مش عايز اقول له غير يعني مش عارف انت مش عايز ينسحب عشان ما يلعبش قدام، ما يلعبش بتحكيم عربي او مصري يعني عفوا. بس انا عايز اقول له يعني فكره انت عايز تنسحب عشان التحكيم المصري، راجع كده ماتشاتك بينك وبين النادي الاهلي، راجع مين كسبان اكتر، هتلاقيه كده غلبت بالاجنبي وبالعربي وبالمصري. فالموضوع ملوش دعوه بالتحكيم، الموضوع ليه علاقه بالمستوى والتوفيق من عند ربنا. ياما الزمالك كسب الاهلي وهو مستواه كويس، وكسب الاهلي وهو مستواه مش كويس، والعكس صحيح. لكن توتالي الاهلي كسبان اكتر بكتير، وياما لعبناكم بكل انواع وكل اشكال وكل التحكيم في بلاد العالم كله. فبلاش مبررات من اولها. على فكره انت ممكن تكسب كويس جدا الماتش الجاي، لان الاهلي ممكن يكون رايح مريح خلاص، عارف ان الدوري محسوم. انت لو كسب الماتش الجاي عايز نقطتين، اللعيبه مريحه وتعبانه ومش قادره، ومريحه يعني سلبيه يعني من كتر الضغوط اللي عليها، مش قصدي مريحه انها مستريحه يعني. فسهل جدا انت تكسب. انت بقى بتصيح ليه من دلوقتي؟ ليه فتن؟ انت فين طول الموسم؟ انت دوري وبعيد عن المنافسه خالص، وبعيد عن حتى افريقيا، كاس وطلعت من بيراميدز، سوبر وواحد اتغلبت منه وواحد انسحبت منه لاسباب لا يعلمها الا الله في رايي. يعني انا مش مقتنع باللي انت قلته. حتى افريقيا يعني انا مش السبب، انا بلعبك في افريقيا وانا اللي خرجتك من الكاس، يعني مش الاهلي هو السبب. ولعبتك ماتش واحد في الدوري كسبتك فيه، مش الثلاث نقط دول اللي بعدوك عن المنافسه، ما انت اتغلبت من طوب الارض. فبلاش نرمي كل مشاكلنا على الاهلي، بلاش ترمي كل مشاكلك على الاهلي. راجع نفسك الاول، راجع مستواك، راجع ادارتك، راجع رئيس ناديك اللي ما وروش غير يعني استيراد مشاكل بلا مبرر علشان مجرد ان هو يبقى موجود في الصوره. ده كان موضوعنا النهارده في استوديو 1 2، واتمنى اعرف رايكم فيها كلها في الكومنتات، واتمنى دعمكم باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتوصلكم جديد اول باول، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.